منعطف تاريخي في ولادة الإمبراطورية الرومانية والمسمار الأخير في نعش دولة البطالمة. جهز نسكافيهك وتعالى نجيب الحدوتة من أولها. انتشرت الفوضى في الإمبراطورية الرومانية وتحديدا بعد اغتيال يوليوس قيصر والغدر بيه، حتى ظهر اثنان من رجال روما الأقوياء، السيناتور ماركوس أنطونيوس والطموح أوكتافيوس من جهة أخرى. وبعد حرب أهلية طويلة انتصر يوليوس قيصر، ومع تمنياته بعموم السلام جاءه الغدر من صديقيه بروتوس وكاسيوس، الذين أعلنا أن مقتله انتصار للحرية على الطغيان. ومع دفنه عمت الفوضى أرجاء روما، حتى حاول ماركوس أنطونيوس أن يستعيد زمام الأمور، وكان بيتوقع أن تمنحه وصية القيصر السلطة كاملة. لكن ما إن اكتشف أن لقب القيصر وأغلب أملاكه ذهبت إلى شاب مغمور يدعى أوكتافيوس. في اللحظة دي بقى ابن يوليوس بالتبني، وكان وقتها في أبولونيا يتدرب مع القوات القيصرية، والميراث اللي كان مفاجأة ليه، إلا إنه تصرف بسرعة وحسم الأمر بالعودة لروما للمطالبة بميراثه، إلى أن جاءت المواجهة حتمية في حديقة بومباي، حين وجد أوكتافيوس نفسه يعامل بشيء من الرعاية من قبل أنطونيوس. كان أنطونيوس في بداية الأمر يميل إلى الاستخفاف بأوكتافيوس، وبذل كل ما بوسعه لإهانته، فعامله على إنه مجرد طفل. وبعد أن قامت حرب بينهما انتصر بعد الشيء فيها أوكتافيوس، وانتهت بأن اتفق أوكتافيوس وأنطونيوس على تقسيم الجمهورية إلى جزئين، يجعل أنطونيوس من أثينا عاصمة له، فسيطر على المستعمرات الشرقية، في حين يسيطر أوكتافيوس على المستعمرات الغربية ومدينة روما. مع وصول أوكتافيوس إلى روما أمل أبنائها بأن يعم السلام أخيرا هناك، بعد أن تنسى المدينة عملية قتل القيصر. وهنا يا عزيزي الموضوع ما خرجش برا روما. طب إيه وصل كليوباترا لينا؟ كليوباترا يا صديقي العزيز كانت خليلة يوليوس قيصر، وكانت بتطالب بحقها وحق ابنها قيصريون في تلك السلطة ولقب القيصر. وهنا كانت بتهدد تهديد حقيقي لسلطة الاتنين طول ما هي موجودة على الحياة. وهنا يا عزيزي استغل أنطونيوس ده والتقى مع كليوباترا، ونشأت بينهم علاقات. كليوباترا اللي كانت بتتمنى انها تعيد امجاد الاسكندر الاكبر وتوصل وتبني امبراطوريته من جديد عن طريق انشاء سلالة مع أنطونيوس. وعلى الكفة التانية أنطونيوس اعتقد ان علاقته بيها هتمنحه قوة كبيرة وسلطة اكبر للوصول لمبتغاه، واكيد اوكتافيوس ما كانش هيسكت. استغل أوكتافيوس العلاقات بين الاتنين اللي اتكلمنا عنهم عشان يكون بمثابة إعلان للحرب في روما. وبعد كده التقى الأسطولان خارج خليج أكتيون صباح 2 سبتمبر 31 قبل الميلاد، وكان ماركوس أنطونيوس يقود 230 سفينة حربية خلال المضايق متجها للبحر الواسع. وهناك قابل أسطول أوكتافيوس يقوده الأدميرال أكريبا. لسوء حظ أنطونيوس فالعديد من سفنه كان ينقذها الرجال بسبب تفشي شديد للملاريا بين قواته، بينما كان ينتظر وصول أسطول أوكتافيوس. وقد مات العديد من المجدفين حتى قبل بدء المعركة، مما جعل تلك السفن غير قادرة على تنفيذ التكتيك الذي صمموا من أجله، النطح رأسا بقوة. وقد عانت الروح المعنوية لقواته من قطع خطوط الإمداد، وقد قام أنطونيوس بإحراق السفن التي لم يعد يستطيع توفير الرجال لها، وجمع باقي السفن بالقرب من بعضها البعض. بعد انسحاب أنطونيوس من المعركة وانسحاب سفن كليوباترا، قام بعض أعدائه بدس رسالة مزيفة إن كليوباترا اتقبض عليها فانتحر. وما إن وصل لكليوباترا أخبار سقوطه انتحرت هي الأخرى بدل المخاطرة والسقوط في يد أوكتافيوس، وانتحرت عن طريق إنها تركت سل مصري سام يعضها، اللي هي الحياة المصرية يعني. أما أوكتافيوس فقتل قيصريون بعد كده علشان يضمن عدم وجود منازع على العرش. أصبح أوكتافيوس فيما بعد أغسطس قيصر، وكان بمثابة إعلان قيام الإمبراطورية في روما والانتهاء الرسمي للبطالمة والهيلنست في مصر. وبكده تكون خلصت حدوتتنا. نتمنى تكون استمتعت معانا، ونتقابل في حواديت كتير. سلام.